صباح الخير. النهارده بقى هاخدكم معايا يوم جديد كده نروح فيه شغل مع بعض 12 ساعة. تمام، ان شاء الله تلبسوا معايا في اليوم. انا لبست وجهزت تمام، ببقى مجهزه اكل ابني من بالليل. تمام، وقلت 90 تمام لحد دلوقتي. وهننزل الاول هصحيه ونغير وكده، وبعد كده هننزل بقى على طول يعني. فان شاء الله ان شاء الله نروح في ميعادنا ونوصل في ميعادنا ومنتاخرش. انا مش حاطه ميك اب كتير يعني، اللي هو تنت بس وروج وكده وخلاص، عشان بس شكلنا يبقى هيلسي شويه وخلاص كده. تمام، فيلا بينا ان شاء الله. عايشكم يوم حلو ان شاء الله، تشوفوا حاجات مختلفه في الفيديو ده. بس كده يلا بينا اوريكم بقى الاوتفيت لو عرفت اوريهولكم في المرايه. هو ستايل جديد، استنوا خليكم معايا، تعالوا كده. بصوا ايه رأيكم؟ الالوان طبعا يعني فاتحة شوية في الحقيقة. هنشيل طبعا البيجامة دي نعلقها عشان كده عيب. بس فهو ده الاوتفيت. هناخد شنطة باك بقى عشان نكمل الكاجوالة. بس كده يلا بينا. زي ما قلت لكم انا هعلق فعلا البيجامه، لان انا ببقى يعني عندي ما عنديش وقت لما برجع، ومثلا ببقى عايزه كل حاجه يعني تبقى كويسه على الاقل على النوم على طول، او ان انا اهتم بقى بيحيى بعد اليوم الطويل اللي انا سبته فيه ده. فبرجع كل حاجه مكانها كده. تمام، دول نحطهم في الدرج، ودول كمان مخمريه ممكن نجيبها هنا. بس كده المشروطه كده احنا بيرفكتو. كده احنا بيرفكتو. نبقى كده جاهزين. مش عارفه بتهته بس عشان لسه صاحيه. انا جهزت الشنطه بس هاخد الشاحن معايا عشان موبايلي مش هنتوش كويس، واكمل معاكم الفلوج. يلا بينا. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ طبعا انا بقالي كتير ما نزلتش فيديو، والوقت ما بين الفيديوهات بقى متفاوت قوي قوي. بس عادي، دوت الوقت اللي بيعدي علينا في حياتنا عموما. مبقاش عندنا شغف، بس انا اكتب في مكان تاني. فهسيب لكم اللينكات تحت تتفرجوا عليا في اماكن تانية كتير. هنا بقى طلعت عشان اروح الشغل، ركبت بقى الاتوبيس وديت يويو. وبعد كده بدأت ان انا اسبح كده واقول الاذكار بتاعتي قبل ما اوصل الشغل. بصراحة بتفرق معايا جدا 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 جدا. هنا بقى كنت بطلب الاوردر بتاع الفطار بتاعي اللي بيقويني على اليوم كله. واصلا الراجل بقى مستغرب لان انا بحط سندوتشات غريبة كده على بعض، بس انا بحب كده. وكمان بروح اشتري مخصوص العيش من الطابونة، ما بحبش العيش اللي عندهم او كده. بس بصراحة بيفرحني وبيخليني مظبوطة بقية اليوم، فليه لأ. بس هنا بقى لبست وكنت في الشغل، خلاص بنبتدي بقى الشغل يعني. طبعا هشوف شكلي في الاخر، طبعا كل ده بيتغير. هنا كنت بفطر وشايفين جيت لكم اهو بقى. بصوا الايام اللي هي بتبقى بعد القبض لما نتجمع انا واصحابي، بصراحه بنعمل وليمه زي دي كده، بس طبعا مش كل يوم. بس الاكل كان خطير خطير خطير. بعدها بقى هتشوفوا ان احنا قررنا نغير الاوضه اللي احنا قاعدين فيها. كل الناس اشتركت وكده، وعشان نقعد في مكان نضيف، وجبنا بقى الحافظه العسل دي والترابيزه، وبقينا قاعدين في مكان نضيف. وطبعا دي حاجه مهمه جدا، خصوصا ان احنا بنات. جه وقت الهوت شوكليت بقى. بس كده، كملوا بقى معايا الفيديو. طبعا رجعت البيت، ولكن رجعه تعبانه جدا جدا، صرنا باين على وشي. من الايام البسيطه اللي قلبت معايا في الشغل برضو بالليل كده قبل ما امشي. حصلت معايا كام مره كده، لان انا اصلا مش بقالي كتير في القسم اللي انا فيه دلوقتي، ولكن الحمد لله ربنا سهلها في المواصلات وجيت بدري. بس مش بدري قوي برضو، بس بدري على المتوقع. ان انا لو كنت ركبت مواصلات عاديه انا كنت هوصل امتى. ثانكس جاد ان انا وصلت لحد البيت بطريقه سهله كده الحمد لله يعني. طبعا قريب واحده صاحبتنا هو اللي وصلنا. احلى حاجه حصلت بجد في اليوم كله. بس كده دلوقتي انا طبعا كنت ببقى سايبه هنا غدا زي ما قلت لكم، وانا اتغديت هناك. فكده وجبه الغدا خلصت، فانا عملت فول عشان العشاء بقى. اهو عشان لو جوزي عايز ياكل منه او حاجه. وعملت جبنه حطيت عليها حبه البركه. حبه البركه يا جماعه تحفه 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 بجد، وقرات عنها كتير وطلعت حاجه كده خطيره، انا ما كنتش عارفه عنها حاجه بصراحه يعني. بس كده، فدلوقتي هعمل ايه ليايا بقى عشان يتعشى. هعمل له اومليت عشان ياكل ونغير وننام، عشان احنا ده اخر حاجه لينا. طبعا انا لملمت الشقه كده، هي كانت نظيفه، بس الهدوم اللي انا قلعتها رجعتها مكانها، وشنطتي بس ما فضيتهاش قوي بصراحه. كنت جايبه حاجات برضو من الشغل وديتها، الحاجات اللي رايحه الغسيل وديتها. والمطبخ روقت
الحوض خليته كويس. الكيسه اللي هناك دي سوري فيها يعني زباله وكده، عشان انا غسلين الباسكت وكده، فعلى ما ينشف برجع تاني احط ايه الزباله في الباسكت عادي. بس ده اللي انا عملته. فاضل لي بس بعد ما اخلص الاومليت كده واتاكد ان الدنيا خلاص خلصت، ان انا هكنس المطبخ، وبعد كده هطلع فوق بقى عشان خلاص كده اجي على دور يايا ان انا انيمه يعني، بس مش دلوقتي يعني، قدامنا حوالي ساعه الا ربع كده وهننام. طبعا الساعه دلوقتي حوالي 9:30 10 الا تلت كده، فهو يوم بيبقى طويل قوي، ولكن الحمد لله يعني ربنا بيقوينا وبيعدي الحمد لله. ده طبعا مش طول، ما عرفتش اقول لكم حاجات كتير، بس احنا اشتغلنا الصبح عمليات في الشغل، وزي ما قلت لكم قبل ما امشي دخلت علينا عمليه. بس احلى حاجه بقى هتحصل يعني ان انا هاخد كام يوم اجازه كده بعد الشغل دوت. بس فان شاء الله اعرف اصور لكم فيديوهات تانية فيه، وان شاء الله اصلا الفيديوهات تنزل بالترتيب. بس كده، فيلا نعمل الاومليت. بصوا انا جبت طبق انا بقى بقفل فيه البيض، منظر سينمائي يا جماعه والله. طبعا انا غسلت الرخامات، طهرتها كده بالبتاع المسحوق اللي انا عاملاه ليها يعني، والبوتاجاز وكل حاجه، عشان بصراحه انا مش بحب انام وهو في حاجه، وخصوصا لو انا كنت بره طول اليوم يعني، محدش ضامن ايه اللي ممكن يحصل بكره، فننام واحنا مطمنين. في ناس هتقولك ده لود عليكي، وليه بتعملي كده، وليه بتحافظي يعني، ليه واخده الموضوع تحدي كده، بس انا بصراحه ببقى انا كده مرتاحه طول ما المطبخ مرتاح، انا مرتاحه، ببقى خلاص في اليوم ده بحس ان انا اشتغلت. المفروض ان انا ادي نفسي راحه، بس بحس هي دي راحتي النفسيه يا جماعه. فاستنى اروح اجيب معلقه واجيلكم. حطيت بقى ملح وفلفل، وهنعملها كده 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 كده. بس ونقلي على طول. بصوا عملنا كده احلى اومليتايه، هاكل منها انا ويايا عشان انا مش عايزه اكل فول وجبنه وكده، هناكل منها عشان نشبع يعني طول الليل وننام. بس كده، بس مش هناكل دلوقتي، مش عارفه اكله هو الاول، وانا بقى لما يبقى ينام وكده بقى انزل اعمل ساندوتش منها وخلاص على كده. وانا بقى جايه في الاخر خالص اكل او اتعشى اجيلكوا عشان نتكلم مع بعض شويه قبل ما نقفل الفلوج. اوكي، باي. كده بقى بجد وصلنا لاخر جزء من اليوم. انا هرطب وشي وايدي عشان انا كده اتعرضت طول النهار للساعه، ولما جيت برضو وانا جايه في الطريق برضو اتعرضت للساعه تاني، فهنرطب. ده خطير 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 يعني، مش عارفه انتوا ما شفتوهوش صح؟ هوريكم. طبعا خدت شاور تمام، بس نزلت بصراحه اكلت عشان كان في دواء لازم اخده، وبعد كده خدت شاور، ويايا طبعا نام الحمد لله يعني. و عملت ايه تاني بس بقى، فانا فاضل لي بس اخر جزء بصراحه، مش عارفه اوريهولكوا ولا لا، ولكن انا دلوقتي همسك المصحف واقرا فيه صفحتين عشان الورد بتاعي. بس بصراحه ده بيبقى تحت البطانيه، يعني انا مبقدرش اقرا بره البطانيه خالص، وبحطه فوقي كده وانام بقى خلاص، مش بعمل اي حاجه تاني خالص، لان انا اصلا مش هقدر اعمل حاجه تاني، فاهمين؟ بس ف هو ده كل اللي انا هعمله بجد. اهم حاجه بس الترتيب، عشان خاطر انا لما بكسل فيه انا اللي بتهان في الاخر. انا جيت طبعا عملت الوش، غسلته نضفته عشان كان باهت جدا جدا جدا، ومازال برضو، بس ايه يعني بنحاول. تمام، هرطب هنا كده بقى. اصلا وانا برطب حاسه باماكن اصلا اوريدي اصلا نشفت تحت ايدي. بس كنت عايزه اقول لكم بقى ان حتى الايام اللي احنا بنبقى خايفين منها، او اللي هي 12 ساعه، انا كل مره ببقى رايحه الشغل ببقى قلبي وجعني جدا والله العظيم، عشان خاطر ببقى بعيده عن يحيى وكده، ولكن يعني الحمد لله يعني على كل حال. بس الحمد لله بتعدي وكده، وارجع وبشوفه وبيبقى مبسوط يعني، بقى كويس وكده، ودي حاجه طبعا بتفرحني جدا. بس ان شاء الله يكبر وبعد كده يشاركني يومه وانا اجي اشاركه يومي وكده. انا ببقى نفسي اصلا لما اروح يقول انا عملت وعملت وعملت،
بحس ان انا قلبي يهدى شويه ويبرد شويه، ولكن طبعا هو مش بيعرف يتكلم وكده، فانا فسايبه بقى في رعايه ربنا وكده الحمد لله. ان شاء الله ربنا يحفظه يعني لحد اما ارجع وكده بس وخلاص. هو اليوم كان مليان حاجات، بس انا ببقى راضيه عن نفسي في اخره، ان انا كنت في الشغل كويسه، وكنت في البيت كويسه، كنت مع ابني كويسه. الايام بقى اللي بعدها طبعا بتاثر عليا جدا، فانا بحاول الايام اللي بعدها ان انا اعوض كل الحاجات اللي حصل فيها ديفكت في النهارده يعني. بس مش عايزه اقصر طبعا في حق ربنا يعني، طبعا انا مصليه كل الصلوات هناك، فبدل ما اكسل وانام وكده الصفحتين حرفيا ما بياخدوش 4 دقايق قراءة يعني من القرآن، فهنعمل كده وهننام بس كده. فاشوفكم بقى في فيديو جديد ان شاء الله ان شاء الله يعني، ويا رب تكونوا انبسطتوا بالفلوج ده. غيرنا الاوضه اللي احنا بنقعد فيها ومش عارف ايه والحاجات دي كلها النهارده، وجبنا اكل حلو عشان كنا متفقين عليه. بس انا نسيت اقول لكم ان انا كلت ساندوتش، قلت لكم كلت ساندوتش بسيط خالص طبعا بعد الوليمه اللي احنا عملناها هناك، فكده تمام قوي. باي باي.